أقوى مباريات دور المجموعات من كأس آسيا 2024. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. تنطلق النهاردة كأس آسيا المؤجلة من 2023، واللي من المنتظر نكون قدام مواجهات في منتهى القوة، واللي زي ما عارفين فعندنا 6 مجموعات، كل مجموعة بيتواجد فيها 4 منتخبات، ومن خلال 3 جولات في دور المجموعات هيتم حسم المتأهلين لدور 16، أول وتاني كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث. وبالتالي فالفرصة كبيرة جدا لجميع المنتخبات للمنافسة على بطاقات التأهل لدور 16. واللي لو جينا لجدول مباريات دور المجموعات فهنلاقي في كل جولة مواجهات نارية الحقيقة، بداية من الجولة الأولى، واللي تعتبر المباراة الافتتاحية قمة عربية ما بين المنتخب القطري واللبناني من المجموعة الأولى، بينما هيكون في مواجهة قوية للمنتخب السوري قدام أوزبكستان من المجموعة الثانية، في حين أن المنتخب الفلسطيني هيكون قدام مواجهة صعبة الحقيقة قدام إيران، بينما مواجهة الإمارات إلى حد ما سهلة قدام هونج كونج، ومواجهة صعبة في انتظار البحرين قدام كوريا الجنوبية، ومواجهة في المتناول للمنتخب العراقي وكذلك للمنتخب الأردني، بينما هنكون قدام قمة الجولة الأولى ما بين السعودية وعمان، المواجهة اللي بتيجي من المجموعة الستة، واللي تعتبر من أقوى المواجهات الحقيقة، في حين ان الجولة التانية الحقيقة هتكون كل مواجهات المنتخبات العربية صعبة، المنتخب اللبناني قدام الصين، طاجستان قدام قطر، سوريا في مواجهة استراليا، وفلسطين في مواجهة الامارات، والعراق في مواجهة اليابان، والاردن في مواجهة كوريا الجنوبية، والبحرين في مواجهة ماليزيا، وعمان في مواجهة تايلاند، وكيرغستان في مواجهة السعودية. بينما الجولة الثالثة والأخيرة واللي هيتحسم معاها المتأهلين لدور 16 فهتعتبر كل المواجهات حاسمة ومؤثرة في الجولة الثالثة، لأن زي ما قلنا هيتأهل أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث لدور 16. فالجولة الثالثة هتعتبر كل مبارياتها الحقيقة صعبة ونارية، قطر في مواجهة الصين، طاجستان في مواجهة لبنان، أستراليا في مواجهة أوزبكستان، سوريا في مواجهة الهند، إيران في مواجهة الإمارات، هونج كونج في مواجهة فلسطين، اليابان في مواجهة إندونيسيا، العراق في مواجهة فيتنام، كوريا الجنوبية في مواجهة ماليزيا، الأردن في مواجهة البحرين، السعودية في مواجهة تايلاند، كيرغستان في مواجهة عمان، عشان ينتهي دور المجموعات ويتم حسم رسميا وقتها إن شاء الله ال 16 منتخب المتأهلين لدور 16، واللي نتمنى إن شاء الله حضور عربي طاغي في دور 16. قولوا لي في التعليقات إيه توقعاتكم للمتأهلين لدور 16 وفرص المنتخبات العربية في التواجد في دور ال 16. مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.